إضاءة رومانسية خافتة على ماجدة زوجة بهلول، وهي ترتدي فستانا أحمرا فاقع اللون تغطي وجهها بالمساحيق في انتظار وصول بهلول. لا 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 لا، المشهد الأول: تفتح الإضاءة على بلاط الملك وهو جالس على عرشه، عليه علامات مرض عظام، وحوله بهلول والوزير سرحان. مبشري البداية. لقيتها تحت ضوء القمر المنير في تمام مدرج، يفرح ليل بصحبة الأميرة غيداء ابنة الملك. تأخر مهرجي اللعين، لقد وعدني أنه سيأتي، لكن لا أحد يصدق المهرجين، فهم معتادون على السخرية من غيرهم. لا 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 لا، لن أنتظره. جاء بهلول. افتحي يا ماجدة. نعيمة، انظريني يا ماجدة. على ماذا يا نعيمة؟ انظريني يا ماجدة. على ماذا؟ على زيارتي لك في وقت متأخر. إذا تعلمين أن هذا ليس وقت مناسب للزيارة. بيت كامل في غير كرسي واحد. دعيني أرتاح قليلا وبعدها سأخبرك. ارتاحي. فقد أردت سؤالك عن بهلول. بهلول؟ بهلول زوجي؟ زوجك ما لا زوجي منذ غروب الشمس وأنا أنتظره عند الباب. نعيمة، ما الذي بينكما يا نعيمة؟ بيننا؟ ماذا تريدين من زوجي؟ لا تنكري، ما الذي يدفعك لانتظاره عند الباب؟ أيكون قد تزوج منك ذلك الماكر اللئيم؟ أم إنه وعدك بالزواج نهارا ثم خلع ليلا؟ ماجدة، ما هذا الذي تحظين به يا ماجدة؟ أنا بهلول. هذاك اللي مزين وذاك اللي تبقى، كنا نلحق عيني نشرمها. نعيمة! أعرفك جيدا، وأعرف أن مصائب البيوت الآمنة تندلق من بيوت الجارات الخائنات. أفا اهدري ولا تتعجلي بأحكام
في أي جحيم بعيدا عني. أدخل الآن؟ لا 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 بهلول، لا لا لا. لماذا أنتظر دخول منزلي؟ لدينا زوار. لا ليس لدينا زوار. إذا دعني أنتهي من ارتداء فستاني الأحمر. أحمر، أموت في الأحمر. عشقي الأحمر. الأحمر. أيوة. العب بالساحة. أيوة. الأحمر. أيوة. العب بالساحة. أيوة. يا الأحمر. العب بالساحة. الأحمر. يا الأحمر. أيوة. العب بالساحة. أيوة. يا الأحمر. أيوة. الأحمر. بل أنت وما الذي تفعلينه في منزلي؟ بهلول أنا ماجدة. سبحان الله، تتغير وجوه النساء ما بين نهار ومساء. أي بهلول يتحمل هذا الإغواء؟ لا 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 لا، هذه ليست ماجدة. بهلول أنا زوجتك يا بهلول. أعرف ولا أعرف، لكنني أريد أن أتأكد. تتأكد من ماذا؟ أتأكد من أن من تقف أمامي هي فعلا زوجتي. اعذروني يا ماجدة، هذا إن كنت حقا ماجدة. فأنا لم أراك بهذا الجمال منذ انتهت ليلة زفافنا. هذا مثل عندك؟ مات على ما أظن. على ما تظن؟ على ما أعتقد. إذا هي أجمل مني. هي مات. نسيتها بسرعة. نعيمة يا بهلول. اشتغلت الهرمونات. نعيمة من؟ جارتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. جارتنا من؟ جاء تبحث عنه. عمان. أريد معرفة قصتها وسرها معك يا بهلول. هل لعب الشيطان بعقلك؟ ما أدراك إنه شيطان. ربما تكون شيطانا يا بهلول. شيطان كان أم شيطانة، المهم ألا يدخل بيننا. دخلت. من هي التي دخلت؟ الشيطانة دخلت. التي شيطانة؟ وهي تنتظرك. أكثر من مرتعد. ماجدة، أنت لست شيطانة يا إبليسة، أنت ملاك. ملاك؟ أنا ملاك؟ مع أن الشياطين يرتدون ملابس حمراء. لا 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 لا، لن تخدعني بغزلك وكلامك المعسول يا بهلول. فأنتم الرجال عندما تخفون أسرارا تتزين ألسنتكم بكلام معسول. نخفي ماذا؟ أسرارا. أسرارا. أموت في الدلع، أنا أموت في الدلع. ماجدة، بسم الله بسم الله. إلى متى سأبقى حبيسة هذا المكان؟ ماذا تفعل هذه المخلوقة هنا؟ أنت من عليه إخباري. عنها. ماذا تفعل نعيمة هنا؟ عالم بالغيب أنا، وصلت للتو. ماجدة، دعيني أتحدث مع زوجك قليلا، فلدي أمر هام جدا. سيد بهلول، أنا أبوي. لدي طلب عند الملك ولا أحد غيرك يمكنه مساعدتي بشأنه. مياو. يطوى بياو. توي هكذا وبكل بساطة يا بهلول، مياو تستمع لكل طلباتها. اللعنة على كل ما يطرقون بابنا لتتوسط لهم عند الملك. اهدأ يا ماجدة، أنت تعرفين بأن الملك لا يرفض لي طلبا، فدائما ما يستجيب لطلباتي. حتى قبل كم يوم قال عطوا لكزس. ايه بهلول، لكن القانون هو السيد، الجميع أمام القانون سواسية. سواسية؟ كلهن سواسية؟ نعم، كلنا سواسية، كلهن سواسية إلا أنت. المهم سواسية. سيد بهلول، عيون بهلول، أريد أن تطلب من الملك أن يمنحني قطعة أرض فقط وعلى شارعين محياتك ليقيم عليها مناحل لي، وقد جلبت لك هدية. هدية؟ 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 ليست هذه ولا هذه. أدور معك؟ دعت قارورة عسل. دوري مرة ثانية يمكن تلاقي شيء. اي بس هاي. بس ها؟ كلفت على نفسك والله. وماذا سيفعل إن تذوق عسلك؟ هل أنت من صنعته يا سيدة نحلها؟ أم أنت مثل نحلك؟ تحطين على زهر غيرك وتمتصين رحيقها
عسلي مختلف، صدقيني، من ظهور النادلة. شفتوا؟ للحين ما جربه وشوفوا صار فيه. زرت الكابل. ايه اش فيش ماجدة؟ ماجدة صدش فيش. شبت فيش وانطفت. عسلي مختلف يقوي العظام ويصح الابدان. يقوي العظام؟ اذا علي ان اتذوقه. لا لذت لك فيه سحر. تذوقت مصر شيء. من يطلقها؟ أنا مش ماجدة الملك يطلبني. أوه ستتركني وتذهب. حمار. من يترك هذا الجمال والدلال؟ لكنك ستتركني. لأنني حمار. أرفار؟ اللعنة عليك. العسل ما يسكر. اللعنة عليك يا نعيمة وعلى العسل. أين ليل؟ ليس موجودا. ليس موجودا يعني ما في. ها فتشوا البيت. لا أنصحكم بالتوقف عما تقومون به. هل تعرف منزل من هذا؟ إنه منزل بهلول مؤنس الملك. نعيم هذا ما يخاف. عارفة زبون عندي. اسمع إني أحذركم. خلاص خلصت أي حاجة؟ اسمعي هنا هاي تاني اوعد تاكل. لوك معي. امشي كده ولا كده. طيري انت ذاتي. نعيم يا فاروق. نعيم يعني ماذا يفتشون المنزل؟ نعيم اغمضوا علي. اغمضوا علي. لا اغمضوا علي. لا اتركوني. اغمضوا علي. كيف يا ولد؟ ولا بدي فك. يا ولد كيف؟ تصور يا مولاي. إذا تركت زوجتك تتشاجر مع نعيمة. نعم يا سيدي الوزير. تتشاجرني علي. طب علينا شاروخان. لو أنك جميل الوجه والقوام ماذا كانت ستفعل النساء معك حينها؟ جمال الوجوه والقدود والقامات تتباهى به النساء لا الرجال يا وزيرنا الجميل. بهلول قل لي يا بهلول، ما شعورك الآن بينما زوجتك وجارتك تتشاجران علي؟ أوه يا مولاي، حتى استغرب إن قلت لك إنني أرى كل من حولي نساء. حتى مولانا الملك؟ حسبي الله على عسى النعيمة. مولانا الملك أجملكن. مولاي طلبت أن يجلبوك لي بعد أن جفاني النوم. هل لا يزال الألم شديدا يا مولاي؟ ما بشغلك. هذا الداء ليس فيه غير الألم. ليتني كنت دارك. هل تتمنى أن تكون دائي؟ لا أحد يحبك مثلي. ربما يتفوق حبي لك عن حب ابنتك الأميرة ليلى. لو كنت ذاك يا مولاي فسأظل ساكنا ولن أتسبب لك بأي ألم. صدقت
صدقت يا بهلول، فأنا حينما أنصت إليك أنسى ألمي كله. العلم لا يزال قادرا على كسر البر بكلامه المحسون وأفعاله الغريبة حتى أصبح نديما له. إنه لا يفارقه أبدا حتى حين يأوي لفراشه. سفافل حقير جبان، أبعاد شخصيتك حلوة. بهلول. نعم يا مولاي. مبد. قل لي يا بهلول، ماذا لديك لتبعد الألم عني؟ أقول يحكى مولاي أن أسدا حاصر حمارا، فقال الحمار للأسد: وأنت تنهش لحمي يا سيد الأسد؟ قال الحمار قال الأسد وليس الحمار، الأسد وليس الحمار. قال الأسد: نعم، بل وسأعد وليمة أدعو لها كل أسود الغابة. قال الحمار: ولكن كيف ستأكل لحمي ليلا؟ آكل اللحمون ليلا يهيج القولون ويؤذي المعدة. صحيح إنه حمار، فالأسود تأكل في كل وقت. هذا بالضبط ما قاله الحمار لنفسه. نعم. بهلول، أشفيتني بهذا الضحك يا بهلول. تريد واحدة أخرى؟ لا. واحدة أخرى يا مولاي. يكفي. خف ألمي والآن أستطيع نعم. أخيرا نعم، صار لنا شهرين ما نمنا، نبي نرقد. مولاي، صمخ. ثمة أمر هام. ماذا وراءك يا ثقيف؟ ولدي لا يقال أمام الملأ. سمعت؟ أنا الملأ. بهلول. مولاي، فلتبقى. مولاي، هذا بالذات يجب أن يغادر. بهلول. مولاي، استرح. بهلول مؤنسي لا يفارقني إلا وقت النوم. امنحني بضع دقائق بعدها فليعد بهلول. هذا إن كنت ستطلبه بعد الذي سأخبرك به. بهلول. نعم بهلول. حسن. بهلول. مولاي، اخرج. بهلول. مولاي. ابقى. مولاي. بهلول. اخرج. بهلول. مولاي. آخر كلام يا مولاي. تجول في القصر حتى استدعي. هم مولاي، ما يسوى علينا اللكزس. ماذا لديك؟ ماجدة، ما الذي تفعلينه هنا؟ بهلول، منذ ساعة وأنا أنتظرك. طلبت من الجنود ينادوك لكنهم لم يستجيبوا لطلبي. قتلت نعيمة؟ لا، لم أقل حتى الآن. حتى الآن؟ والعسل اسمعني يا بهلول، اسمعني. إنه ابننا ليل. ما به؟ أكل العسل كله. ليل ابن مؤنسي كان يحدثها ويمازحها ويراقصها. كافة. ربما جرى بينهما ما هو أبعد من ذلك. لا. ربما سقطت العذراء من برجها في بطن الحوت. كافة يا ثقيف. لدي شهود، أنا لا أفتري على أحد. كل الجنود شاهدوا الأميرة غيداء يا مولاي بين أحضان ذلك المارق. وأين ذلك المارق؟ رجع ليل وهم يفتشون المنزل. اقتادوه. ليته لم يعد وبقي بعيدا في الخارج. وهل كان سينفعه الهرب؟ الهرب حرية. حرية بلا كرامة. بهلول، أنا خايفة. الخوف حرية يا ماجد. حرية بلا عدالة. العدالة أم الكرامة؟ أيهما أثقل وزنا والأقدم فوق الأرض؟ لا تهمني الأرض بقدمها ووزنها. كل ما يهمني هو ولدي ليل.
مولاتي؟ أنا لست مولاتك، أنا حبيبتك. حبيبتك؟ يا بنتي بكارك. بأي ذنب أنت هنا؟ إن كنت لا تعلمين ما هو ذنبي فهذا ذنب أعظم. هل الحب جريمة؟ في بلادنا ما يزال السيد يعذب عبده. حبيبتي أو مولاتي لا يهم بما أناديك ما دمت عاجزة عن تلبية ندائي. الحب هو العش الذي جمعنا، حديثنا وحادثنا. ذلك الحب لم نخترع، هو من اختارنا. إنهم لا يتحدثون عن الحب بلغتي، إنهم يحكمونني على اختيار قلبي، على الصدفة التي جمعتنا. أنت ابن بهلول مؤنس الملك، صاحب المكانة المميزة عند أبي. هل عذبوك؟ أجل، ضربوا وعذبوا ابن مؤنس الملك. كيف يعذبونك؟ كيف؟ وهل حبسوني لكي يحتفوا بي؟ حتى السكين المصنوعة من الذهب تجرح وتدمي وتقتل. ذنبي أنني ابنة الملك؟ هذا الذنب لن يمنعني من الحب. أعدك بأنهم لن يثبطوا عزم طائر القفص. وأنا أعدك بأنني سأناضل من أجلك. أحبك. صبري محبني أحبك. تدري شلون؟ وتعيدها مرة أخرى. أحبك. أنا بهلول فقط. دخلت القصر بهلولا بوجهي. علي أن يظل مبتسما ضاحكا. كيف لي أن أكون مصدر حزن لسيدي؟ لا أكترث. نزعجت ملكك أو أضحكته أو أحزنته. كل ما أكترث إليه هو ولدي ليل. أريده الآن. كيف يمكنني أن أطلب من الملك أن يطلق سراح ولدي؟ سيطردني من بلاطه ويمنع عني خيراته وربما يأمر بقتلي. لا تتنبأ بالخراب. بهلول، بينك وبين الملك باب استرهم لعله يأتي بالثواب. ابنك جعل من الملك عدوا له. هذا الأبله ورطنا وورط نفسه. بل أطاع قلبه. إطاعة القلوب خراب. أطاع قلبه. الملوك لا تعرف الأعذار. ابنة الملك يا ابن الكلب، ابنة الملك. ربي وما أعبد، لقد كفر ابنك وتاه، نسي قدر نفسه. فلا رحمة من أحد ولا حتى من الملك. من يطع قلبه فهذا ذنبه. ما كان ينبغي أن يسمح حتى لخياله بأن يمر فيه طيف ابنة الملك. بهلول، حدث ما حدث. ربما ظن بأن الناس سواسية. أنت قلتها مرارا، الناس سواسية. سواسيتنا ليست كسواسيته، سوءنا ليس كسوءه، ولا سوءاتنا كسوءاته. وهبناه نعمة الحياة، ألا نستطيع وهبه نعمة الحرية؟ ماذا أفعل أنا ذلك المهرج اللعين أخبئ نفسي في ظلي. وجهي لا يشبه وجوهه. ضحكتي المرسومة دوما على وجهي لا تشبه ضحكاتهم. مجبور على إضحاكهم. وفي قلبي جرة من الهموم، وفي عيني سيرة قهر ومرار. ابن مهرجي؟ لا، أي قدر أوقع ابنتي وريثة عرشي في شباكه؟ هل سيكون ولي عهدي مهرجا؟ يجب أن لا تحيا الطفيليات في قصور الملوك. هذا خطأ. أجل خطأ، وعلينا تصحيحه. الطفيليات خطأ. هم بشر يا مولاي، بشر مثلنا. ليسوا مثلنا. خلق الله آدم للجنة وإبليس للنار. لقد اخترت الحب حتى لو ألقى بي خارج القصر.
يتحدث إليك كملك وأب، يتحتم عليه حمايتك من ذنوبك التي ستطردك من الجنة. حسنتك الوحيدة هي أنك ابنتي. نعم، أبوتك حسنة من صلبك، لكن حبي إليك حسنة أنا خلقتها وأنا صاحبتها. لن نسمح لابن بهلول أن يخطفك مني. لكنني أحببته وليس على قلب وال يقيده. بنيتي، نحن لا ننتعل الأرض مثلهم. الحب الذي تدعينه قد يكون مسا من الجنون، كما لو أن ميتا يعشق حيا. وهل سيتحول حبي إلى فضيلة إذا اخترت القائد وابن المهرج هل يستويان؟ القائد بطل محارب سيكون نسله قادة وأمراء، أما من مهنته الهزل سيكون كل نسله حقراء. لكن من تصوب إليه سهامك هو ابن نديمك، وأنت تفضله على وزرائك وقادتك. يحب الإنسان كلبه أو قرده، يربيه ليسليه ويضحكه. هل علمت أحدا تزوج قرده أو كلبه؟ من الملك وتسليته سيجعلنك إنسانا. أحيانا حينما تقلد القرود الإنسان يختلط الأمر عليها وتظن بأنها تأنسنت. أعرف بأنك تؤدي دور القرد ببراعة، بل وأفضل من القرود ذاتها، لذا اختارك الملك. وعلى بقية القرود أن تتعلم هذه المهارة منك. ابنك تمرد على بني جنسه. تعلم، أحب رؤية من يؤدي دور الكلب أمامي الآن. أسمعت؟ أصبح هذا طلب الجمهور. ربما أستطيع أن أؤدي دور الكلب، ولكن هل تريده كلبا بذيل أم بدون ذيل؟ وهل يوجد كلب بدون ذيل؟ الكلاب تعرف بعضها. أقول لا أعرف، أنت أعلم. عليك اللعنة. ستندم،
أعدك بأن تتبرأ هذه الحياة منك ومن ابنك. أعدك بأن تتكحل عيناك بدم ابنك وأن تتطهر خطاياك بدمك. قبل هذه اللحظات وقبل دخولي إلى هنا كنت أنظر للقمة. وهل تعرف ما هي القمة يا بني؟ لكل كائن قمته. ربما تكون الجبال قمة عندك، لكنها ليست كذلك للطيور التي تحاول الوصول للسحب وقد تتعداها، وليست كذلك لديدان الأرض التي إن خرجت من باطنها وصلت قمتها. بالنسبة لي لم تعد هذه الكلمة موجودة في قاموسي حتى أني نسيت ما جمعها. أيكون قماقي؟ قامات؟ قمامات؟ أنا لست أنت ولن أصبح بهلولا. أعرف، لكنك لا تعرف بأنهم يحتقروننا. دخلت القصر بهلولا وسأحيا وأموت كما دخلت بهلولا. حتى هؤلاء المساجين يحتقرونني لأني ابن لبهلول. تخيل أن اللص ابن اللص بينهم يرى بأنه أفضل مني، وكذلك القاتل يرى بأنه أرفع مني مقاما. كلهم سجنوا من أجل فعل، لا من أجل أصل أو فصل. ظننتك تحدثني عن الشرف والكرامة. سأحدثك عن شيء لا نفهمه ولا نعرفه، بل أننا لا ننتمي إليه. أقصى طعناتك. آسف لأنني صرت عارك. أعذرني، ولكن ما ذنبي بأن تحكم الدنيا علي بذنبي؟ هل أنا مذنب؟ ما أعرفه أنني ضحية. ليل بني، أسميتك ليل لتكون هادئا لا ممتلئا بالصخب. وهل طلب الحق حرام؟ هل طالب الحق ثائر؟ الثوار الذين طالبوا بحقوقهم أصبحوا مجرمين وأعداء. في دين من يجرم طلاب الحق؟ في دينهم. أليس الدين واحد؟ لا يا بني، هناك دين للعبيد ودين للأسياد. في عرفهم ما تفعله يسمى بغاء، وفي عرفي هو رغبة في البقاء. ما بين البغاء والبقاء ليس مجرد حرف. القاف قدر والغين غدر، فاختر قافك كي تأمن غدرهم. قدر اختار لي أن أحب الأميرة غيداء. الطائر له أن يعشق سمكة بل ويتزوجها، ولكن في أي مكان سيعيشان؟ ها؟ هي مكتوبة في قدر سواك، لا في قدرك. في قدر ما؟ في قدر القائد ثقيف. في هذه المدينة ينقسم البشر لسادة وعبيد، وعلى العبيد أن يعولوا السادة والثمن رضاهم عنك، السماح لك بمشاركتهم أرضهم، تنفس هواءهم. استغربوا كيف سولت لك نفسك أن تعشقها وأنت تعلم جيدا أنه هو من سيتزوجها ليصبح وليا للعهد. لن يسمحوا لابن بهلول بأن يغدو وليا للعهد. وهل في ذلك عدل؟ عدل؟ العدل لا يعم الأرض كلها، بل نجده في بعض أرجائها. في قوانين الطبيعة المسامير تغرق والسفن تطفو. إن استفحلت العواصف فقد تغرق السفن، يجب أن تصرخ الأمواج. أينما صرخت أين صرت؟ أين صرت؟ مهما علت الأمواج لن يسمحوا لها بأن تدمر سفينتهم. اعقل، فالعقول وضعت في الرأس لتبقى في مكان عال تراقب حواسك ولا تصلها همزات الشياطين. أما القلوب وضعت في الصدور قرب أنفاسنا ومخزن لطعامنا. ستخسر كل شيء إن أصغيت لقلبك. القتيل يعود بعد الموت. اسمعني يا ليل، اسمعني يا بني. أنا لم أكن مهرجا، كنت جنديا في الجيش.
أمرك سيدي. تقدمت وأتقدم نحو هدفي. نعم، أرفع سلاحي على من لا أعرفه، أحمل الموت فوق ظهري وأهتف لوطني. لا يراني. تقدم أيها الجندي. أمرك سيدي. تقدمت تقدمت تقدمت. هل رأيت رأس صديقك يفجر أمامك؟ شممت لحما بشريا يحترق. تابع القتال. أمرك سيدي. الوطن الذي. كلنا للوطن. تقدمت تقدمت. كنت أتقدم، أقاتل بشجاعة وبسالة. تقدمت 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 وفجأة أصبت في وجهي، أصبت في وجهي. تشوه وجهي، تشوه وجهي، تشوه وجهي، تشوه وجهي. سيدي سيدي أسعفني، أتشوه وجهي، تشوه وجهي. وجهك المشوه يزعجنا، وجهك المصاب يعقدنا. غطي هذا الوجه القبيح. أمرك سيدي. قطع أيها الجندي. أمرك سيدي، أمرك سيدي، أمرك سيدي. غطيته. غطيته. بقناع خانق غطيته. وحينما عدت لهم وراء وجهي المقنع ضحكوا 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 ضحكوا. سخروا مني وضحكوا. في الحروب يكثر القتلى والجرحى والمشوهون، وفي المقابل تكثر ناشين الشرف والشجاعة على صدور القادة. أما الجنود فتغطى وجوههم ليجبروا على البقاء ضاحكين. قصص التاريخ لا تحكى للأطفال كي يناموا، بل تحكى للرجال ليستيقظوا. تزوج ابنة الملك فسيصبح وليا للعهد، والموت يتربص بالملك. لن أطيق أن أكون قائدا في بلاط يتحكم به بهلول معتوه. مولاي، ماذا وراءك يا ثقيل؟ تعلم بأن ما يؤرق المملكة هو أمر ليل بن بهلول. أعلم، لكنني استغرب من عدم طلب بهلول الصفح عن ابنه. لم يحدثني عن ليل حتى الآن. ربما لأنه يعرف بأنك لن تصفح عنه. ما فعله ليل إثم كبير، أعرف، لذا يجب التخلص منه. تقصد قتله؟ أجل، بموته سيموت حبها له. إذن يموت. شلون يموت؟ والله وحجة. ولكن
في أمر القضاء، عرضوه على المحكمة. محكمة! الشاهد الأول. ها؟ سيدي، نعم. أنت الشاهد الأول. أنا؟ يا أخي احفظ دورك يا أخي. حسن. الشاهد الأول. أنا بشحمه ولحمه. وين العبد؟ هل تقصد أن تقول الحقيقة؟ سأقول الحق. حسنا، قل لنا ماذا رأيت؟ ذاك المساء كنت أتجول في القصر حين رأيت هذا الفاجر المعتدي يدخل إلى حديقة القصر متلصصا. أتعني أنه كان يتسلل؟ بل يتلصص. سيدي، قلت أنك كنت تتجول في ساحة القصر. نعم. مساء، هل كان في ساعات الليل أو عند الغروب؟ كان دخوله للقصر متلصصا في ساعات الليل. دخوله للقصر يعني يتسلل. يتلصص. يتسلل. ها؟ والحي. نرجع للباب. لم أكن متسللا ولا متلصصا. دخلت القصر من بابه وبأمر من الأميرة غيثاء. هل أنت الشاهد؟ لا، المتهم. إذا اخرس ولا تفتح فمك بكلمة ولا أمرت بحبسك. وخرنا. الأسد الحمار. أنا أدبك. أكمل أيها الشاهد. ماذا كتبت سيد القاضي؟ دخل إلى القصر متسلسلا. عظيم. نعم. كانت الأميرة في الحديقة تلهو وتلعب، فهاجمها وحاول الاعتداء عليها، وحينما صرخت أنا منادي على الجنود: أيها الجنود اقبضوا عليه. فلم يلبث أن هرب من القصر. نهيت حديثك؟ نعم. ارجع مكانك. حسن. تعبني. الشاهد الثاني. الشاهد الثاني. سيدي. نعم. لا يوجد الشاهد الثاني. سمحان تجننيش كل شوي لا يوجد شاهد لا يوجد شاهد. أسوي لك ثاني. بهلول. أنا؟ نعم. أنا بهلول فقط، والبهاليل لا يطلبون للشهادة، فجدهم هازل وهزلهم جد. بهلول، ايش دعوة يا أخي؟ سنسمح لك بالشهادة ونريدك شاهدا في القضية. شاهد على ماذا؟ شاهد على ابني. وماذا فعل ابني؟ أيها المهرج اللعين، ألا تعرف ماذا فعل ابنك؟ إنه متهم بالخيانة العظمى. الله، خيانة العظمى مرة واحدة؟ نعم، لقد خان الوطن. وهل هنالك أعظم من الوطن؟ وتراب الوطن وأحضان الوطن، كما أنه تعدى على ممتلكات الوطن وانتهك سيادته. يا سيدي، أمام ما تلقي به من اتهامات على ولدي يبدو أنني لن أنفع أن أكون شاهدا. أنت هنا بأمر من المحكمة، لا يحق لك رفض الشهادة وإلا ستعاقب. أنت هنا أمام المحكمة. أقول له الشهد ما يبي في المحكمة. هل فهم؟ ميم حاء كاف شين نون يا محكمة. محكمة. قولون عوار بطن. أنا بخلق لك اليوم هذا، أنا أعرف لك هلا. وهل ستقبلون شهادتي؟ طبعاً، قل ما لديك. حسناً، يجب أن تدرك يا سيدي بأن ابني لا يجرؤ على الاقتراب من ابنة الملك، فكيف له أن يحبها؟ كيف له أن يحبها؟ لقد خدعها وأوهمها بأنه يحبها. I love you. ووقع في حباله حين دخل إلى القصر متسللا متلصصاً. اللي تأمر عليه طال عمرك. ولكن بعدين متلصصاً فهجم عليها، وهذا ما دفعها إلى الصراخ حينها. ايش رايك في الأداء؟ يا سيدي، لا منطق ولا عقل يصدق هذا الادعاء. ولا شو ولا؟ تعترض على ادعاء المحكمة؟ روح. ما قلت خسي. أقول خسي؟ قول خسي. خسي.
روح ان شاء الله. ولكن يا سيدي، هل ما يزال ادعاء ام ان هيئه المحكمه نطقت بالحكم مسبقا؟ شرفك بخدا. لا زال ادعاء. جميل جميل جميل. اذا قد يكون ابني بريئا. هل أنت مجنون؟ لا. كيف سيكون بريئا؟ الزلمة الشاهد اللي قبلك أثبت وبالجرم المشهود أنه مذنب ودخل إلى القصر متسللا متلصصا. يا سيدي يا ساداتي، نحن مجرد فزاعات توضع في وسط الحقول، لا تتحرك من مكانها إلا بأمر. وابني أيضا فزاعة، ابني فزاعة. فهل عرفتم يوما أن الفزاعات تتحرك من مكانها بدون إذن؟ يا سيدي ابني لم يقترب من قلب الأميرة إلا حينما أذنت له بذلك. ما هذا الهراء؟ هذا اتهام مريع لمولاة الأميرة. أيها البهلول المقنع، حكمت المحكمة بحبس الشاهد بس عامين، ايش دعوة؟ 3 أعوام، اخلص. 4 أعوام ولكن- لتجرؤه على مولاته الأميرة. يا سيدي شاب زجوه في السجن. وبأمر جلالة الملك حكمت المحكمة بقطع رأس المتهم ليل بن بهلول. يحيى العاد. يحيى الفخراني. أي رحم هذا الذي يحمل الحياة ثم ينزفها موتا في حضني؟ سيمضي فلذة كبدي ولا تملك يداي أن ترده ولا رحمي أن يحميه. أبقوا لي ليلي، أبقوا لي ليلي، أبقوا لي. دعوني ألمح فجره قبل أن تطفئوه. لا تأخذوه، لا تأخذوه، لا تأخذوه. لا، لا تأخذوه، لا تأخذوه، لا تأخذوه، لا تأخذوه، لا تأخذوه. بهلول، 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 كنت تسقينا ضحكا لنحيا، واليوم يجف عطشي على باب غيابك. تعال دثرني بحكاياتك. اغمرني بكذبك الأبيض. لعلي أتنفس مرة أخرى. ردوا لي بهلولي، لا بيت لي بلا بهلول. ردوا لي بهلولي، لا بيت لي بلا بهلول. لعين بهلول، لعين بهلول، مضت 3 أيام نأكل الجوع ونشرب العطش. لم تطلب من الملك أن يصفح عني؟ خفت من غضبته. لا تعتقد بأنه يحبك؟ ربما. هل الملوك يعرفون الحب؟
أظن لماذا يتركك مسجونا؟ إنه يحتضر. هل سيموت؟ هناك ملك قادم. لكن العدل لا يتغير. الملوك تتغير. حينما يختلف رأيك عن رأي الملك، هل تصرح برأيك أم تحفظه؟ لا ماذا؟ لم نختلف أبدا، حتى في نسب الخيول لم نختلف. 40 عاما لم تختلفا. ماذا يفيد الخلاف أو الاختلاف؟ هو الملك. كنت تخبئ صوتك؟ قلت لك لم أختلف معه. مهمة البهلول هي إضحاكهم وتسليتهم، لا إغضابهم. وأنت نختلف. كنت تختلف مع الأميرة؟ نعم نختلف، لكننا لا نزعل ولا نغضب. لكل منا رأيه. وأين هي الآن؟ الأميرة؟ نعم. لما لم تخرجك من السجن؟ لا يزال الملك على قيد الحياة. وهل بموت الملك يتشابه الناس؟ النبلاء والفقراء. لقد عاهدتني أن تناضل لأجلي. أنا أيضا ناضلت من أجله. لما لا تنزع هذا القناع؟ دموعي تختفي خلفه. وهل ستظل بقية عمرك تضحك؟ أحب أن أموت ضاحكا. وجهك الحقيقي الذي أخفيته أجمل من هذا القناع. وجهي مشوه. وجه مشوه أفضل من عالم مشوه. لا داعي أن تقدم لنا الشكر على لم شمل العائلة. هل تشعران بالجوع؟ بدرة أو بدرتان تسد جوع طائر. الوحوش هي التي تحتاج إلى الدم واللحم. لذا يحل للوحوش أكل لحم الطيور. ربما يستوجب على تلك الطيور أن تستسلم أولاً. ستستسلم. لذا جلبت لكما صفقة. وما هي صفقتك؟ حينما يموت الملك تموت حاشيته. اسمعا، على أحدكما أن يقتل الآخر. لن يفتح هذا الباب ولن يدخل منه طعام أو شراب. شخص واحد سيبقى، ومن سيبقى سيرحل. صدقاني، أعدكما بأن من سيبقى سيرحل. لمن الخنجر الآن؟ أوس. أنت أوس. هتعرفه؟ كنت محاربا مع والدك. خذوا الخنجر اقتله. هيا، هم قتلوه والبسوه على الكفن. أبوك لم يمت هناك في المعركة. هيا يا بني، التقط الخنجر واقتل أباك. بدل كفنه. هل أنت مجنون؟ مجنون نعم. خذ الخنجر هو لك. هيا اقتله بيدك. إن لم تقتله سيقتلونه هم. تيمم بصبرك واقتله. هيا. وبال هذا المعتوه؟ معتوه؟ من المعتوه؟ أنا صاحب العلة. أما ذاك الذي تباهل واتخذوه أبنا. أما بأميرته تولى فقتل ظله وخان أهله. لم أخذ أهلي. لا تطعن كلماتك كذبا. عشقك كان عوجا. هل تظن فيه رجا أو منجا؟ انظر للحب ما فعل. ما زادك إلا رهقا.
بني، أنت اخترت أن تموت واقفا، أما أنا خسرت معركة وأسقطت سلاح. خذ الخنجر، هو لك، خذه واقتل بهلولا تربى فيه. خذه يا بني، خذ، إني أرى فيه دمي لا دمك. أبي خذه أنت، خذه واغرسه في قلبي الذي جلب لك هذا الدم. اخرج من هنا، اخرج وتحرر من قناعي. هذا القناع هو وجهي الذي يعرفني به الناس إن صبغت هويتي فيه. بني، أنا لست مرغما على أن أكون حرا، وأنت لست مرغما على أن تراني وأنت تقتلني. هيا يا بني، أبي أرجوك خذ. لا يا بني، هيا اغرسوا في ظهري وارحل، وكن حذرا يا بني. هذا ليس زمن، هذا زمن البهاني. أستاذ جعفر الأنصاري، البصار جاهز، توكل على الله.